في لحظة إنسانية مميزة تعكس عمق الروابط بين الشعوب الإفريقية، استقبل المنتخب الجزائري ضيفه المميز المشجع الكونغولي الشهير كوكا مبولادينجا المعروف بلقب لومومبا في مقر إقامة الفريق بالمغرب، وذلك بعد الفوز الصعب للجزائر على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة من 1-0 في 8 نهائي كأس إفريقيا 2025. وقد جاءت هذه الزيارة كتقدير لحب كوكا الكبير للجزائر ودعمه المستمر للمنتخب الوطني في جميع المحافل الكروية. وخلال اللقاء، حرص مسؤول الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تكريمه بطريقة خاصة، حيث قدموا له قميص المنتخب الوطني الجزائري يحمل اسم الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، في إشارة رمزية إلى القيم المشتركة بين الجزائر والكونغو الديمقراطية من نضال وحرية ووحدة إفريقية. كوكا عبر عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة، مؤكداً أن تشجيعه للمنتخب الجزائري نابعاً من إعجابه بالتاريخ الثوري للجزائر وروح القتال التي يتحلى بها لاعبو الخضر داخل المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى الاحترام المتبادل بين الجماهير الإفريقية. أما على أرض الملعب، فقد شهدت المباراة لحظات درامية مثيرة، عندما سجل البديل عادل بولبينا هدف الفوز الرائع من خارج المنطقة في الدقيقة 119 ليقود المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي البطولة، مؤكداً قوته وإصراره على الاستمرار في المنافسة. ومع ذلك، أثارت لقطة مثيرة للجدل عندما قام نجم الجزائر محمد عمورة بتقليد سقوط المشجع الكونغولي، وهو ما اعتبره كثيرون تصرفاً غير رياضي، قبل أن يعود اللاعب ويقدم اعتذاره لاحقاً، مؤكداً أن الاحترام هو حجر الأساس في الرياضة، وأن البطولة تجمع بين المنافسة الشريفة وروح الإنسانية. لحظة زيارة كوكا مبولادينجا للمنتخب الجزائري في المغرب تظل مثالاً حياً على قوة الروابط بين الجماهير الإفريقية، وتجسد كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز حدود المنافسة لتجمع القلوب حول قيم الحب والاحترام والوحدة.